النادي عمرو يحيى احييكم الى اللقاء. عوده لاستاد كره FM على 108 والكابتن كريم حسن شحاته وضيوف الاستوديو التحليلي. الى اللقاء. احلى حكايه بدأت من سنين، احنا نجحنا علم ملايين، احنا الماضي والحاضر وبكره، احنا جهد وعزيمه وفكره ما زرعنا تشهد بالكتير، في جودتنا مفيش تغيير. دي عبورلاند حالفين نعلي ونبني ليكي، دي عبورلاند ده طعم وصحة بين ايديكي، دي عبورلاند انواع كتير وراحة ليكي، دي عبورلاند الطعم الاصلي بيناديكي. عندي خبر حلو وخبر احلى، تسمع ايه الاول؟ الخبر الحلو؟ سامسونج نزلت موبايل جديد سعره حلو جدا اسمه سامسونج جراند برايم بلس. عنده فلاش للكاميرا الاماميه وامكانيه تشغيل سريع للكاميرا وبشريحتين وذاكره اضافيه لحد 256 جيجا بايت. طب ده الخبر الحلو، يا ترى ايه الخبر الاحلى؟ الخبر الاحلى انه كمان بتكنولوجيا ال 4G. اتصل ب 16580 واسال عن موبايل سامسونج جراند برايم بلس. تقدر تقول لي النيل بيربط دول ايه ببعض؟ طبعا السودان، ايوه السعوديه، نعم، الامارات، لا ما بيروحش، لا تركيا اصلا، العراق. يا ابني انت رحت فين؟ شرم الشيخ والغردقه. النيل ايه اللي بيروح شرم والغردقه؟ بيروح يا حبيبي وبزنس كلاس كمان. انت مش بتتكلم على نهر النيل؟ لا انا بتكلم عن النيل للطيران. النيل للطيران، سافر بأنسب سعر للتذاكر، احجز تذكرتك واكتشف عروضنا على mileair.com. النيل للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني. الحكم صفر، ضربة حرة مباشرة، قرار تحكيمي صحيح 100%. قطعا اللي هيشوط ده رقم 2، ده شويت ممتاز. لكن من وجهة نظري الحيطة دي ما بتعديش حاجة، دي حيطة اسمنت المسلح، اتعملت مرتدة، انفراد المسلح والجول، المسلح والجول. هلا هلا عليك يا مسلح، سيب لقمة لغيرك يا ابني، ما حدش يقدر يهدك يا مسلح. اسمنت المسلح من العربية للاسمنت. للطلبات اتصل على 16 277. استاد كرة FM على 108. استاد كرة FM يكشن حطة تانية. استاد كرة FM ثانية. استاد كرة FM. استاد كرة أسوان بيحقق المفاجأة وبيتعادل مع نادي الزمالك 0-0 وبيضيع عن نادي الزمالك نقطتين مهمين جدا في صراع المنافسة على بطولة الدوري. مباراة النهاردة تعادل سلبي 0-0، مفيش اجوال دخلت في المباراة، وكمان نادي أسوان ضيع فرصتين في الشوط الثاني كان ممكن يخطف المباراة. كابتن سامي الششيني، الزمالك عمال يفقد نقاط والفرق هيكبر مع النادي الأهلي في الفترة القادمة. انا قلت لك ان شادي عمال يضحكنا وفرحان. فرحان ويا شادي يا كابتن احنا متنرفزين دلوقتي عشان الزمالك يتعادل، فلو سمحت ما تستفزناش. لا مفيش حاجه. مفيش حاجه والله، المباراه عاديه، خلوك لسه بدري. نايمنا والله لسه بدري. ماشي. لا بص، ارجع للكلام يا كابتن كريم وكابتن شادي. انا قلت لكم الاصعب بالنسبه للفرقه الكبيره فرق الصغيره. حتى النهارده قلت الزمالك يكسب، لو كسب يكسب 1-0، لان عارف المباراه صعبه جدا. الكابتن محمد عامر بقى له ماتشين الفرقه دفاعيا كويسه وسهل قوي وصعب قوي انك تخترقها، عشان كده قلت لك النهارده هو ظبط خلاص ووصل. حتى قلت لي الكلام ده من اول ماتش الكابتن محمد عامر، لو كان ماتش سموحه قلت لك بمجرد ما حد معاذ الحناوي ومحمد جبر الجديد ناوي باك ليفت وحط سيد الشبراوي، قلت لك كده الدفاع بتاع اسوان خلاص هو وصل للتوليفه الصح، وقفل بالاثنين وسط الملعب محمد محسن، وكان موجود معتز بالله، لكن دخل النهارده البدري والثلاثه بيضموا عليهم تبقى 4-5-1، ما لعبش بس غير كان بخليفه هو الفرود الصريح. الزمالك طبعا خلينا نتكلم بصراحه، البونت بالنسبه له النهارده ضمن النتيجه طبيعيه. النهارده مش ده الزمالك، مش دي الفرقه اللي بتلعب على بطوله، مش دي الفرقه اللي عايزه تكمل بشكل كويس. لكن النهارده كمان اسوان كان ممكن تاخد الثلاثه، يعني في عز ما الزمالك بيهاجم 2 انفرادين، وواحده طار الشناوي وطلعها من قبل خليفه وراح انفراد، والثانيه خلاص اتعملت بينيه من اسلام الفار، خدها خليفه راح للشناوي عايز يراوغ الشناوي خدها. لكن النهارده البونت بعتقد ان هو في ظل الفرقتين. طيب خلينا نروح لاستاد اسوان مع عمرو يحيى.